صباح الخير، ازيكم؟ النهارده في بارت 5 هيكون اخر سيشن هنتكلم فيها عن زمن الماضي المستمر. ان شاء الله النهارده هناخد فاينل ريفيجن باسئله متنوعه على الباست كونتينوس تنس باجزائه الاربعه اللي اخدناها قبل كده. يلا بينا نبدا. اول نوعيه من الاسئله هي choose the correct answer او اختار الاجابه الصحيحه. ده سؤال ام سي كيو عادي، بيديني جمله وعليها 4 اختيارات وطالب مني اختار الاختيار الادق. نصيحتي ليكم لو مذاكرين الماضي المستمر كويس جدا، فكل سؤال جديد هناخده بنوقف الفيديو بنحاول نجاوب لوحدنا وبعدين ترجعوا لي مرة تانية عشان تتأكدوا من صحة الإجابة. نبتدي أول سؤال. أول سؤال بيقول while not the match I fell asleep. while not the match I fell asleep. أحل السؤال ده إزاي؟ في البداية يا ولاد 40% من السؤال بيتحل لما تفهم معنى الجملة في دماغك. يبقى كل اللي هتعمله ان انت مش هتصرف افعال، مش هتعمل اي حاجه، انت بس افهم معنى الجمله. فوايل احنا اخدناها بمعنى اثناء او بينما، وفهمت من ال4 اختيارات ان الفعل الاساسي في الجمله هو watch بمعنى يرى. يبقى بينما انا كنت بشوف الماتش انا نمت. تمام كده؟ طيب، قدامي دلوقتي 4 اختيارات وكلهم ملخبطيني، انا مش عارف اختار ايه. النوعية دي من الأسئلة يا ولاد بيميزها وجود أداة الربط. بلاقي في الجملة اللي مديها لي مديني أداة ربط. يعني إيه أداة ربط؟ يعني وايل. طيب أتصرف إزاي لما ألاقي في الجملة أداة الربط؟ قال لي بشوف أداة الربط دي إحنا أخدناها بنتصرف معاها إزاي. إحنا أخدنا قاعدتين بينطبقوا على وايل ووين، واحدة في بارت 2 وواحدة في بارت 4. القاعدة الأولى لو كان بعد وايل وين على طول لقيت جملة كاملة. يعني إيه جملة كاملة؟ يعني فاعل ثم فعل، أو ضمير فاعل ثم فعل اللي هو السبجكت وبعدين الفيرب. طيب لو أنا الجملة اللي لقيتها بعد وايل أو وين جملة كاملة بتبدأ بفاعل ويليها فعل، أتصرف إزاي؟ خلاص أخدنا الكلام ده، قلنا بنشوف الحدثين لو مستمرين في الحدوث في نفس التوقيت يبقى حدث الجملة هيكون ماضي مستمر. طيب لو عندي حدث أطول وحدث أقصر بتصرف إزاي؟ إحنا اتفقنا إن الحدث الأطول بيكون زمنه ماضي مستمر، طيب والحدث الأقصر بيكون زمنه ماضي بسيط، بس على شرط إني ألاقي جملة كاملة بعد وايل أو when بتبتدي بفاعل. طيب لو ما لقيتش الفاعل أتصرف إزاي؟ قال لي أسهل وأسهل، هتروحي تجيبي الفعل وتضيفي له اي ان جي، الفعل الاصلي اللي موجود في الجمله او الفعل الاساسي لوحده وتضيفي له اي ان جي، يعني فيرب مضاف له اي ان جي. طيب، سؤالي هنا اللي هيخليني أحل السؤال الأول اللي موجود قدامي، يا ترى اللي هيجي بعد وايل جملة كاملة فيها فاعل ولا مفيش فاعل؟ أدور في الاختيارات. أول اختيار لقيته بدأ بواز اللي هو verb to be في الماضي، مفيش فاعل. طيب الاختيار التاني watched اللي هو رأى، اللي هو watch في التصريف التاني، مفيش فاعل. طيب الاختيار التالت بدأ بهاد اللي هو have وهاز في البريزنت اتحولت لهاد في الماضي، وده فعل مفيش فاعل ولا ضمير فاعل. كمان الاختيار الرابع اللي هو watching ده فعل مضاف له ing، فعل مستمر بس انا مش عارف في اي زمن، برضه ما بدأش بفاعل. يبقى كده احتمالية ان يجي بعد while جملة كاملة ده احتمال مستحيل، وده اختيار غلط. يتبقى ليا حاجة واحدة بس، اني انا اتأكد ان while مفيش فاعل بعدها، وده اسهل واسهل لانه معنى كده اني انا بدور على verb مضاف له ing. هل في الاختيارات الأربعة لقيت عندي فعل مضاف له ing؟ أيوة، الاختيار الأخير watching. وتبقى إجابة الجملة يا ولاد while watching the match I fell asleep. while watching the match I fell asleep. ده في حالة إن أنا لقيت أداة ربط في الجملة. ندخل على نوعية مختلفة من الأسئلة. بيقول لي عمر was my only friend not my stay in France. مرة كمان، عمر was my only friend not my stay in France. نحاول نترجم معنى الجملة. عمر كان صديقي الوحيد نقط إقامتي في فرنسا. هو طالب مني أختار إيه؟ المرة دي طالب مني العكس، المرة اللي فاتت كان مديني أداة الربط، المرة دي بيقول لي لا أنتي اختاري أداة الربط، ومديني on when while و during، وطالب مني أختار أداة ربط من الأربعة. طيب أنا هنا في النوعية دي من الأسئلة بتصرف إزاي؟ النوعية دي من الأسئلة كل اللي بعمله إني ببص على المكان الفاضي اللي أنا هختار فيه أداة الربط السبيس اللي عندي، وأبص على الكلمة اللي بعده على طول، عيني على الكلمة اللي بعده اللي هي إيه؟ اللي هي my stay، وأشوف نوع الكلمة دي إيه؟ يا ترى هي فعل مضاف له ing، يا ترى هي جملة كاملة، يا ترى هي حرف جر وبعديها مثلا مكان، أنا لسه مش عارف. طيب أنا قدامي هنا my stay يعني إقامتي،
الاقي حد يجي لي ويقول لي انا واخد stay بمعنى يبقى او يقيم. هقول لك في افعال بتعامل معامله الاسماء ومن ضمنها stay بعد ما حطينا لها my. يبقى my stay هنا بتعامل معاها على انها اسم. طريقة حل النوعية دي من الأسئلة بتعتمد على الاستبعاد، إن أنت تستبعد الإجابات الغلط قدر الإمكان. يعني إيه؟ يعني هل أنت عندك في الاختيارات أداة ربط أو أدوات ربط ما ينفعش يجي بعدها أسماء من اللي احنا درسناه في الأجزاء اللي فاتت؟ قال لي أيوة، أنت عندك بدل واحدة اتنين ولسه متكلمين عنهم، هما إيه؟ هما when و while. طيب ليه؟ قال لك لأن احنا اتفقنا إن when while ليها حالتين، يا إما يجي بعدها جملة كاملة اللي هي فاعل وفعل أو ضمير فاعل ويليه الفعل، يا اما لو مفيش فاعل بيجي بعدها فعل مضاف له اي ان جي، وده لا ينطبق على كلمه ماي ستاي اللي هي اصلا اسم. مظبوط كده؟ طيب يتبقى لي في الاختيارات كام اختيار؟ اتنين اللي هم on و during. on و during. طيب هل فيهم حد ينفع استبعده؟ قال لي لا والله، الاتنين ينفع يجي بعدهم اسماء. on ممكن يجي بعدها اسم او gerund، و during كده كده بيجي بعدها اسم. طيب انا هختارهم هنا بقى على اساس ايه؟ مش على اساس القاعده يا ولاد، هختارهم على اساس المعنى اللي احنا اخدناه قبل كده. اتفقنا ان on بتركز على لحظه معينه، يعني ممكن تقول on my arrival، لحظه وصولي، لحظه معينه. لكن during دايما بتركز على فتره زمنيه، يعني مثلا تقول during the meeting، اثناء الاجتماع، الاجتماع حصل من 6 ل 8 فدي فتره زمنيه. يبقى مين الاختيار الصح اللي بيعبر عن my stay؟ my stay اللي فوق دي إقامة. هل إقامتك في المكان كانت لحظية ومشيت في ساعتها في لحظتها في وقتها، ولا إقامة كان ليها وقت بدأت يوم الاثنين وانتهت يوم الخميس؟ فترة زمنية. وبالتالي الإجابة الصح على السؤال ده بتكون during، وتكون الجملة عمر was my only friend during my stay in France. كده يبقى جاوبنا النوعية دي من الأسئلة. ندخل على سؤال جديد. السؤال بيقول not hearing a cry for help. not hearing a cry for help. We rushed to check what was wrong. يعني ايه السؤال اللي شكله غريب ده؟ طيب نقراه مع بعض. هو طالب مني طبعا في السؤال ان انا اختار اداة ربط. عند سماع او لما سمعنا صرخة بتطلب المساعدة، ايه اللي حصل؟ احنا اسرعنا او جرينا عشان نشوف ايه اللي حصل. مظبوط كده؟ طيب مبدئيا في الجملة احنا اتفقنا في النوعية دي من الجمل ايه اللي انا بعمله فيه؟ هو طالب مني انا اللي اختار اداة الربط، يبقى ببص على سبيس واشوف الكلمة اللي بعده. الكلمة اللي بعده هي hearing. hearing ممكن استعملها كفعل مستمر بمعنى يسمع بشكل مستمر، او ممكن استخدمها كجيرند بمعنى سماع. طيب هل عندي حاجة ممكن استبعدها من الاربع اختيارات اللي موجودة قدامي؟ قال لي ايوه، ممكن نستبعد as soon as. اشمعنى؟ لان احنا اخدنا قبل كده ان as و just as و as soon as لازم بيجي بعدهم جمل كامله. طب الجمله الكامله بينطبق على الكلام اللي قدامي هنا؟ قال لي لا، ده فوق hearing، وبالتالي hearing مش جمله كامله، مفيش فاعل وفعل، وبالتالي as soon as غلط. هل في حاجه تانية ممكن تستبعديها؟ قال لي ايوه كمان استبعدي لي باي. قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان باي بتيجي بمعنيين، يا اما preposition حرف جر بمعنى عن طريق، لما تقول مثلا I go to school by bus، انا بروح المدرسه بالاتوبيس. طب ليها معنى كمان اما تقول في موعد اقصى او قبل الميعاد الفلاني، لما تقول مثلا I will be at school او I'll be at home by 8 am، هكون في البيت او هكون في المدرسه قبل الساعه 8. وفي الحالتين المعنى ده ما يمشيش مع الجمله بالمعنى بالسنس كده، ده ما يمشيش معاه، فبالتالي ده كمان اختيار خاطئ. يتبقى ليه هنا اختيارين اللي هما on و while. مظبوط كده؟ طيب هل فيهم حاجه ينفع استبعدها؟ قال لي تعالي نمسكهم واحده واحده. on تنفع ليه؟ لأن بيجي بعدها جيرند، وممكن أتعامل مع hearing على إنها جيرند، ودي بتركز على لحظة الحدث. طب while؟ قال لي كمان while تنفع، لأنه بيجي بعدها verb مضاف له ing لو مفيش فاعل، وأنا hearing هنا قدامي مضاف لها ing. طب أنتي مع مين فيهم؟ الحقيقة أنا ميالة أكتر لأون. ليه؟ لأنها بتركز على لحظة الحدث اللي هو لحظة السرقة. طيب إمتى كان ينفع أقول while hearing صح؟ while hearing كان ممكن تنفع وتبقى صح لو كان الحدث اللي قدامي حدث مستمر. يعني ايه حدث مستمر؟ يعني انت قاعد ومصمم ان انت تسمع الحدث ده. اما اقول لك مثلا على سبيل المثال while hearing the lecture I was taking notes. اثناء سماع المحاضرة انا كنت بدون او بسجل ملاحظات. انت قاصد تركز وتسمع خلال مدة المحاضرة، فبالتالي هنا ممكن تقول while hearing. جملة كمان أصعب شوية لما أقول while hearing the case، أثناء سماع القضية
ايه اللي حصل؟ The judge asked several questions. القاضي سأل أسئلة كتير. كان في محامي بيترافع في قضية وقاعد بيحكي عن القضية، وخلال الموضوع ده ايه اللي حصل؟ القاضي كان قاعد بيسأل خلال المدة دي. كده أنا بتكلم عن حدث مستمر. طيب احنا هنا في الجملة اللي اتكلمنا عليها اللي هي قلنا hearing a cry for help، سماع صرخة. الصرخة دي امتى كنت اختار while hearing؟ ماشي، هم قعدوا يصرخوا ساعتين مثلا؟ لا. ليه؟ لأنه while hearing هنا كانت بتعبر عن نشاط استماع مستمر، مفيش حد بيصرخ المدة دي كلها، وبالتالي ده اختيار خاطئ. لكن on hearing أقرب للصحة. ليه؟ لأن هي بتتكلم عن حاجة حصلت فجأة، لما سمعنا جرينا في ساعتها في لحظتها، وبالتالي هو الأقرب للصحة. وبتكون إجابة السؤال اللي عندي on hearing a cry for help we rushed to check what was wrong. تمام كده؟ نتنقل على سؤال جديد بيقول not doing my homework my brother was playing computer games. دي نوعية جديدة من الأسئلة، وإن كانت خلاص فيها حاجة متفقين عليها. هقول لكم الاختلاف فيه. دلوقتي طبيعي احنا خلاص فهمنا ان هو طالب مني اختار أداة الربط اللي موجودة عندي في الجملة، واتفقنا كل اللي بنعمله بنبص على السبيس وعينينا على الكلمة اللي بعده على طول. لقينا doing، واتفقنا خلاص اي فعل مضاف له ing ممكن اتعامل معاه على انه فعل بمعنى يعمل، وممكن اتعامل معاه على انه gerund بمعنى عمل او اداء. طيب امتى اتصرف في الجملة دي وأقول أنا متأكد من إجابتي ليها؟ لما أستبعد الحاجات الغلط. اتفقنا أول حاجة ممكن نستبعدها إيه؟ أنا ممكن أستبعد during. طيب ليه during استبعدتيها؟ لأن during بيجي بعدها اسم، وdoing مش اسم، وبالتالي ده اختيار خاطئ. طيب عندك حاجة تانية ممكن تستبعديها من الجملة دي؟ قال لي أيوة، ممكن أستبعد after. ليه after؟ لأن after بتساوي on، وطريقة تعاملهم بنفس الطريقة. طيب هقول لك طيب ما جه بعدها جيرند، واحنا اتفقنا ان عادي ان افتر واون ممكن يجي بعدها جيرند. هقول لك ايوه، بس خلي بالك ان لازم الفاعل في الجملتين يكون واحد، وهو ده الاختلاف. بص على الجملتين هتلاقي الجمله الاولى بتكلم عن نفسي وبقول انا كنت بعمل واجبي فانا الفاعل. الجمله الثانيه بتقول لك اخويا هو اللي كان بيلعب. فهنا الفاعل في الجملتين يا ولاد مش واحد. مظبوط كده؟ يبقى كده انا عندي اختيارين مستبعدين. يتبقى ليا while I was while. انا حاسه ان انا سهله اجاوبها. ازاي؟ تعالوا نشوف. احنا اتفقنا ان while ممكن يجي بعدها verb مضاف له ing، بس على شرط ان الفاعل في الجملتين برضو يكون واحد. وبالتالي لو انا بصيت على الجملتين هلاقي برضو الجمله الاولى انا بتكلم عن نفسي فانا الفاعل، اما الجمله الثانيه اخويا اللي بيقوم بالحدث فهو الفاعل، وبالتالي الفاعل في الجملتين مختلف. يبقى مش هينفع اختار فعل مضاف له ing، يبقى while لوحدها ما تنفعش. يبقى الحل التاني هو الحل الصح اللي هو الجملة الكاملة، وهو الاختيار الوحيد المتبقي. while I was doing my homework my brother was playing computer games. طيب تعالوا نتأكد من زمن الجملتين كده عشان نبقى متأكدين. أنا كنت بحل الواجب بتاعي وأخويا كان بيلعب كمبيوتر جيمز، حدثين مستمرين بدون أي قطع، وبالتالي زمن الجملتين ماضي مستمر، والكلام ده مظبوط. سؤال جديد هنتنقل عليه. When not dinner a stranger knocked on the door by mistake. When not dinner a stranger knocked on the door by mistake. فأنا هفهم معنى الجملة. لما كنت أنا بتناول العشاء بتاعي حد غريب جه وخبط على الباب بالغلط. مظبوط كده؟ طيب احنا اتفقنا ايه؟ عيني على أداة الربط اللي هي when. يا إما يجي بعدها جملة كاملة يا إما يجي بعدها فعل مضاف له ing لو الفاعل واحد في الجملتين. يا ترى يا ولاد الفاعل واحد في الجملتين؟ لا، هلاقي الجملة الأولانية أنا اللي كنت بآكل العشاء، والجملة التانية حد جه خبط عليا، الفاعل مختلف، وبالتالي مش هينفع نضيف فعل مضاف له ing. فأنا بدور على جملة كاملة. مظبوط كده؟ طيب يعني إيه جملة كاملة بقى؟ يعني تعالوا نشوف زمن الجملتين. أنا كنت بتناول العشاء وبعدين جه حد خبط عليا الباب. يا ترى دول حدثين مستمرين مع بعض في الحدوث، ولا حدث طويل وقطعوا حدث تاني؟ ها؟ حدث طويل وقطعه حدث تاني. ايه الحدث الاطول؟ اني انا كنت بتناول العشاء بتاعي. تصريف الجمله ده هيبقى في الماضي المستمر، وبما انها جمله كامله فهي هتبدا بسبجكت اللي هو I، بعديها verb to be في الماضي اللي هو was، ثم have هنا بمعنى يتناول مش فعل مساعد مضاف له ing. يعني I was having. كده انا متاكد من ان الاجابه الصح هي I was having.
تعالوا نتأكد من إن الإجابات التالتة غلط، التلاتة الباقيين غلط. أول حاجة إحنا اتفقنا having ما تنفعش. ليه؟ لأن الفاعل مش واحد في الجملتين. طيب عندي اختيارات تانية ممكن ألغيها؟ أيوة had verb to have في الماضي، ما اتفقناش أبدا إن when بيجي بعدها verb ماشي لوحده في الماضي. طيب كمان I'm having ما تنفعش لأن دي جملة في زمن مستمر، في مضارع مستمر verb to be في البريزنت، والجملة هنا كلها زمنها ماضي، وبالتالي زي ما قلنا الإجابة الصح يا أولاد هتكون I was having، وتبقى الإجابة when I was having dinner a stranger knocked on the door by mistake. ركزوا لي بقى في الجملة اللي جاية دي علشان عليها مشكلة. نفس الجملة مع اختلافات طفيفة. While not at home a man knocked on the door and asked for help. لما كنت أنا في البيت في حد جه وخبط على الباب وطلب المساعدة، ومديني اختيارات was being am was و have been. أنا هلاقي حد شاطر جدا جه قال لي خلاص الموضوع بقى سهل بالنسبة لي، أنا لقيت أداة الربط while. هقول لك ماشي. هتقولي وكمان لقيت فاعل في الجملة، فهقول لك ماشي. هتقولي إذا هيجي بعد while جملة كاملة، فهقول لك ماشي. هتقولي ومعلش كمان أنا متأكد بما إن ده الحدث الأطول لأن هو اللي كان في البيت الأول، فبالتالي زمن الجملة ماضي مستمر، فهقول لك تمام. فهتقولي وبالتالي الاختيار الصح هيكون was being. هقول لك برافو إجابتك غلط. يعني ايه اجابتك غلط؟ اجابتك غلط، ده ما ينفعش. طيب ليه؟ لان احنا واخدين مصطلح يا ولاد مش كلنا عارفينه، هو was being. يعني ايه was being؟ was being ده مصطلح بيعبر عن حالة او تصرف معين مؤقت. حالة او تصرف معين مؤقت يعني ايه؟ يعني غالبا بيجي بعدها صفة. طيب معناها ايه؟ معناها كان بيتصرف. فلو انا حطيتها في جملة وخبيت ايدي وحطيت مكانها كلمة كان بيتصرف وطلع المعنى مظبوط، يبقى انا بتكلم كلام مظبوط. انا مش فاهم حاجة. تعالوا ناخد مثال على الكلام ده. لما نقول على سبيل المثال he was being rude. he was being rude مظبوط كده؟ طيب كل اللي هعمله ان انا ههايلايت was being وهحط مكانها كان بيتصرف. يعني هو كان بيتصرف بوقاحة. هل المعنى استقام يا ولاد؟ ايوه المعنى استقام. يبقى الكلام ده صح، اللي انا بقوله صح. واللي ياكد لي ان جه بعد was being على طول صفه اللي هي رود، وقح او بوقاحه. تمام كده؟ يبقى was being اختيار مظبوط في المكان ده. طيب لو انا جيت قلت لك he was being at school. he was being at school. طيب انا هعمل برضو هايلايت على was being وهحط ايدي عليها وهحط كان بيتصرف. يعني ايه هو كان بيتصرف في المدرسه؟ هل المعنى استقام مظبوط؟ لا المعنى غلط، وبالتالي ما ينفعش احط هنا was being، وبالتالي was being اختيار غلط. طيب هختار ايه؟ تعالوا ناخد اختيار. هل ينفع استخدم الاختيار التاني اللي هو am اللي هو verb to be في البريزنت اللي بيجي مع I؟ هقول لك زمن الجمله كله ماضي. زمن الجملة اللي عندك كله ماضي، وبالتالي أنا ماليش دعوة بالبريزنت المضارع، وبالتالي am اختيار غلط. طيب معايا اختيار تاني اللي هو have been. have been ده بيتكلم على البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، من اسمه زمن مضارع يبقى أنا مش هختاره. ليه؟ لأن الجملة اللي فوق قدامي زمنها ماضي، وبالتالي ده كمان اختيار غلط. يتبقى ليا اختيار واحد وهو was. الاختيار رقم C، والجملة هنا بتكون إجابتها while I was at home a man knocked on the door and asked for help. هيجي حد ويقول لي طيب هو أنا ينفع يجي بعد while ماضي بسيط؟ هقول لك while أداة ربط إحنا بندرسها في إطار الزمن اللي بنتكلم عنه. يعني عادي إنك تشوف while في أزمنة مختلفة بطريقة تعاملات مختلفة، في كل زمن ليها طريقة استخدام مختلفة. أدوات الربط بتختلف باختلاف الزمن. طيب نأكد على معلومة هنا يا ولاد. لو عندي مكان، يعني بعد انا لقيت الفاعل اهو موجود قدامي while I مظبوط كده، وسبيس وبعدها مكان. لو لقيت مكان هختار was او were على حسب الفاعل. طيب لو لقيت صفة او تصرف مؤقت حاجة من الاتنين، يا اختار was being يا اختار were being. اتمنى تكون المعلومة هنا فهمت. طيب نتنقل على سؤال بعد كده بيقول I didn't accept my friend's invitation as I not for exam. I didn't accept my friend's invitation as I not for exam. وأنا فهمت إن الفعل الأصلي في الجملة هنا عندي هو revise بمعنى يراجع. يبقى أنا ما قبلتش دعوة صديقي علشان أنا كنت براجع للامتحان. فهمنا معنى الجملة؟ طيب ببص هنا لقيت حد قال لي مفيش أداة ربط. قلت له لا في أداة ربط بس أنت مش واخد بالك منها وشرحتها لكم قبل كده.
أداة الربط هنا هي as. طيب بتعامل ازاي مع as؟ قلت لك بمنتهى البساطة، كل اللي بتعمله انك بتشوف الحدثين اللي موجودين في الجملة مستمرين مع بعض، خلاص الاتنين ماضي مستمر. طيب الحدثين حدث أطول وجه حدث أقصر قطعوا، اتفقنا الأطول ماضي مستمر والأقصر ماضي بسيط. نشوف الجملة اللي موجودة عندي، بس مبدئيا نكون عارفين ومتأكدين إن as و just as و as soon as الاتنين بيجي بعدهم جملة كاملة متكونة من فاعل وفعل وتكملة، وزي ما قلنا حدثين مستمرين مع بعض، حدثين ماضي مستمر، حدث أطول بياخد زمن الماضي المستمر والحدث الأقصر بياخد زمن الماضي البسيط. تعالوا نشوف الجملتين اللي احنا اتكلمنا عليهم. ايه اللي حصل الأول؟ انت كنت بتراجع الأول ولا صاحبك هو اللي عزمك الأول؟ احنا اتفقنا ان المراجعة هي اللي حصلت الأول، وبعدين حد كلمك وقال لك ايه رأيك تيجي على الحفلة فانت رفضت. يبقى المراجعة هي اللي حصلت الأول، وبعدين صاحبك دعاك بعد كده. يبقى المراجعة زمانها ماضي مستمر لأن هي الحدث الأطول، والدعوة هتبقى زمانها ماضي بسيط. لو بصينا فوق هنلاقي إن هي جملة منفية في زمن الماضي البسيط اللي هي الدعوة. I didn't accept my friend's invitation. didn't اللي هي النفي في الماضي، ثم جه بعدها الفعل في المصدر. ده بيأكد لي إن دي جملة، وده بيأكد لي إن الجملة اللي فيها سبيس اللي أنا هختارها هتبقى ماضي مستمر. تعالوا نشوف الجملة اللي بعد as هنتصرف فيها إزاي. إحنا اتفقنا إن زمانها ماضي مستمر، نزلنا الفاعل أو الضمير اللي هو I. تكوين الجملة بيتكون من was أو where. I بتاخد was، ثم revise اللي هو الفعل في المصدر مضاف له ing تبقى revising. وبالتالي الإجابة الصح عندي يا أولاد بتكون الإجابة دي اللي هي I didn't accept my friend's invitation as I was revising for my exam. سؤال جديد وبرضه tricky. نقط at the zoo I saw many animals. نقط at the zoo I saw many animals. وطالب مني برضه اختار أداة الربط بتاعي. طيب معنى الجملة ايه؟ يعني احنا عايزين نقول لما كنت في جنينة الحيوان أنا شفت حيوانات كتير. مظبوط كده؟ طيب ناخد اختيار ونقول هنحاول برضو نستبعد اختيارات. أول اختيار عندي which ده بنقول عليه relative pronoun أو ضمير وصل، بمعنى الذي التي، اللي هو احنا بنقولها بالعامية اللي. شكله ما يليقش على الجملة خالص، مفيش حاجة اسمها اللي في جنينة الحيوان أنا شفت حيوانات كتير، وبالتالي ده اختيار خاطئ. تاني اختيار عندي ممكن استبعده هو during. احنا اتفقنا ان during بيجي بعدها اسم. طب هلاقي حد يقول لي طب ما في زازو حديقة الحيوان، هقول لك خلي بالك في preposition، في حرف الجر at. تمام، ما تنساهوش، ما تعمليش سكيب لكلمات علشان انت تشوف حاجة مش موجودة. تمام كده، يبقى during يجي بعدها مباشرة اسم لازق فيها اسم. طالما لقيت حرف جر الدنيا باظت، وبالتالي كمان during ما تنفعش. طيب تعالوا نتكلم على just as. احنا لسه قايلين as just as و as soon as التلاتة لازم يجي بعدهم جملة كاملة، وانا اللي موجودة هنا عندي شبه جملة جر ومجرور اللي هو at preposition with a zoo. مظبوط كده، حتى دي كمان ما تنفعش. الحل الوحيد اللي موجود قدامك ان انت تختار when. مظبوط كده. طيب ليه اختار when؟ انا ما خدتش قاعده بتقول الكلام ده على when مطلقا. هقول لك في قاعده صغيره كده تريكي خلي بالك منها على when while. ممكن يجي بعدها حاجه بنقول عليها الجمله المختصره. يعني ايه؟ يعني بنعمل reduction او تقليل لحجم الجمله. فالجمله كان اصلها when I was at the zoo. when I was at the zoo. ايه اللي حصل؟ الريدكشن او تقليل الجمله ده بيحصل عن طريق ان احنا بنشيل الفاعل والفعل. فروحنا على I was وشلناها من الجملة فبقت when at the zoo. وطبعا الإجابة كده الصح بتبقى when at the zoo I saw many animals. نتنقل على نوعية جديدة من الأسئلة وهي find and correct the mistakes in the following sentence. صحح الأخطاء في الجملة اللي موجودة قدامك. While I did the shopping I met one of my friends. While I did the shopping I met one of my friends. لما كنت بعمل الشوبينج بتاعي أنا قابلت واحد من أصدقائي. اتفقنا خلاص، لقيت أداة ربط بدور على الأزمان. بشوف الجملتين، أنا كنت بعمل شوبينج وبعدين قابلت واحد من أصدقائي ولا الاتنين كانوا مع بعض؟ لا، احنا اتفقنا ان I did the shopping الحدث الأطول اللي حصل الأول، وبالتالي زمنه ماضي مستمر. I met one of my friends كان الحدث الأقصر وده زمنه ماضي بسيط. طب هنعمل إيه؟ هنحول الجملة لزمن باختصار جدا الماضي المستمر، وتبقى while I was shopping I met one of my friends.
نلاحظ هنا ان الشوبينج اللي جت في الجمله الاولى اسم بمعنى التسوق، انما الجمله الثانيه ده فعل مضاف له اي ان جي، بنشيل ذا من الجمله. مثال تاني يا اولاد لما اقول we listened carefully as the manager's presentation. بالراحه، we listened carefully as the manager's presentation. المشكله هنا فين؟ المشكله هنا عيني على اداه الربط. طيب انا اول لما شفتها ما شكتش في حاجه؟ ايوه شكيت، لان احنا اتفقنا ان اس بيجي بعدها جمله كامله، وبالتالي اختيار اس ده اختيار مش مظبوط. تمام كده؟ طيب تعالوا نبص على الكلمه اللي بعد اس، هنلاقيها the manager's presentation، اللي هو العرض التقديمي اللي كان بيقدمه المدير. يا ترى ده ايه؟ ده فعل، ده اسم، ده جمله كامله، ده ايه بالظبط؟ هنقول ده اسم، عرض تقديمي presentation. مظبوط كده؟ طيب بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن مده زمنيه. البرزنتيشن ده زي ميتنج بنعرض فيه برامج او بشرح لكم فيه حاجه. طيب معناه انه ليه مده زمنيه ليها بدايه ونهايه. يبقى المشكله هنا يا اولاد كانت في اداه الربط. ايه اداه الربط اللي بتعبر عن مده زمنيه؟ احنا اخدناها ملهاش حل، هي during وبيجي بعدها اسم. وبالتالي اجابه الجمله دي يا اولاد بتبقى we listened carefully during the manager's presentation. بكده يبقى احنا خلصنا رينج كبير من الأسئلة اللي بتيجي على الماضي المستمر، أتمنى تكونوا فهمتوها. لو ليكوا أي تساؤل أو ليكوا أي كومنت ادخلوا على الفيسبوك بيج درس إنجليزي أونلاين، أو تابعوني على اليوتيوب شانل بتاعي درس إنجليزي أونلاين، اكتبوا لي وأنا هكون معاكم. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. باي باي.